شنو الفرق بين الدولة الدينية والدولة المدنية؟ المهم يعني طبعا حسب رايي البسيط هو ان الدوله الدينيه كتستند القوانين ديالها من مرجعيه دينيه سواء كانت مسيحيه او يهوديه او اسلاميه. خاين نكذب عليك تيبان لي انا الدين فالو ولاش دار باش ينظم المجتمعات، حيت بشحال هادي كانوا ولدنا في ليطا ناتور في ليطا سوفاج. سيدي انا تنقول بان هاد الجوج ديال الدول خص يكون بينهم الفرق، خصهم يكونوا كومبليمونتير واحد الاخر داكوغ. حيت في السوسيتي راه يا بوكو دو ديفيرسيتي، تلقى نتايا مسيحي مسلم الاخر اتي، وخص يكون احترام بيناتنا. الدوله سيفيل والقانون المدني تينظم هاد العلاقات بين الناس. اذا كانت الدوله 100% دينيه غادي تولي تفكر على الناس يديروا داك الشيء المعتقدات ديال الناس كي داتها لو بوفوار، سكي ني با لوجيك. اذا كان الدستور ديالها هو القران يعني كتكون دوله اسلاميه يعني دوله دينيه. مثلا في الفاتيكان اللي هو دوله دينيه كيعتمدوا على الانجيل في القرارات ديالهم، لا في داك الشيء ديال القضاء ديالهم تيكون تكون شي حاجه اللي هي دينيه. هو تلقى الفرق حنا اللي تنبغيو نديرو، فهمتي على ما تيبان لي انا، حيت الدوله الدينيه كيفاش حنا تنتصوروها. الدوله الدينيه ديال السعوديه ماشي هي اللي تنتصورها انا، فهمتي ماشي هي كيفاش تنشوف ان الدوله الدينيه خاصها تكون. ماشي واحد الناس تيرخيو للحي تيلبسوا الجلاب ولا تكاست راه هما اللي ماشي هذاك هو، ماشي هذيك هي الدوله الدينيه تنتصورها. الدوله المدنيه بطبيعه الحال هي كتكون كتفصل ما بين كتفصل الدين عن الدوله. كيف ذلك؟ هو ان الدوله ما كيكونش عندها دين معين، بمعنى ان الدوله هي كتقبل جميع الاقليات كيف ما كانت المعتقدات ديالهم، سواء هندوسيه بوذيه مسلمه مسيحيه. لكن المجتمع والافراد هم احرار في ان يتدينوا لاي ديانه بغاو، عكس الدوله الدينيه لانها كتفرض غالبا واحد الدين معين، كتفرضوا على الافراد. مثلا في المجتمع المغربي ولا في الدوله المغربيه هناك فرض الديانه الاسلاميه بشكل او باخر، دونك ممنوع تفطر في رمضان، ممنوع تمارس الحريات الفرديه في المجتمع. ولكن مثلا اذا كان عندنا حنايا في المغرب ما كاينش الاعدام، ما كاينش نقول بان راه المغرب دوله دينيه، لان ما كاينش الاعدام. الدين يعني كاينه حاجه هذه العين والسن بالسن، حاجه هذه اللي كنحكموا منطقيا. حاجه اخرى مثلا الشراب ولا الزنا مثلا اذا كان الزاني والزانيه جلدوهما 100 جلده، حنا في القانون ديالنا كتضرب 3 شهور 6 شهور عامين، ولا سا ديبون على الكا ديال الزنا اللي كاين، يعني الحكم ما كيطلعش منه. حنا بالنسبه لنا في المغرب كمغاربه تكون كيف ما بغيتي، تكون ديانتك كيما حنا كنتعايشوا مع الديانات كامله عندنا في المغرب. حنا ما عندناش مشكل، كنعرفوا دي جويف سينيغالي كاميروني كيخدموا معنا في البينيفولا في لي زاسوسياسيون، كنشوفوهم كنتعاملوا معاهم. حنا كون كيف ما بغيتي تكون، حنا يخدم لينا بلادنا ومرحبا بك. غير هو الدين ديالنا اللي هو كبرنا به مع ابائنا، راه حنا مسلمين، ما كنزنيوش، ما كنفسدوش، ما كنتحشوش، ما كنسكروش، ما كنديروش القباحه، ما كنديروش الفوضى، كنحترموا بلادنا، عندنا الامن في بلادنا، حنا بخير. حتى الناس اللي يجيو يبغيو يعمروا لنا راسنا باش نديروا شي حوايج خايبين ما كنتصنتوش ليهم، حيت حنا نو سوم دي جون بيان كولتيفي بيان فورمي بيان ايدوكي. بالنسبة لك انت شنو هي الدولة المدنية؟ الدولة اللي تضمن المساواة. لا tu veux pas donner ton opinion? Non, je suis étranger, donc je comprends rien Non, c'est pas une question pour les Marocains, c'est une question philosophique pour l'humain. Tout ce qui touche la religion, la politique, moi, j'y comprends rien. Je comprends déjà pas dans mon pays, je vais pas comprendre dans l'autre.